التجديد في الكويت والتي يقوم عليها عدد من المنتسبين إلى السلفية. ذكروا في هذه الرسالة مقولتكم عن شيخنا الشيخ ربيع لما رد على عبد الرحمن عبد الخالق في تبيين الحق بأنكم ستناصحوه على فعله هذا، ففهمت مناصحتكم بأنكم ستردون عليه وتؤيدون عبد الرحمن على جواز تعدد الجماعات، وكما قيل صاحب العبارة هو أعلم بمدلولها، كما يا شيخ قولكم في هذا. هذا غلط. الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، معروف من أهل السنة ومعروف المقالات والكتابات، والشيخ عبد الرحمن كذلك بعد ما نصحناه وترك الأشياء التي نقلنا فيها، نرجو أن الله جل وعلا يمنحه الاستقامة. وقول الشيخ ربيع يشابه فيه جماعة لا جماعات وصراط واحدة، صحيح هذا حق. الجماعة أهل السنة واحدة والصراط واحد. قال تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. فالصراط واحد والفقه واحد وهم السنة والجماعة. ولكن ما بعد قرأت كتاب هذا عندي رد في هذا عبد الرحمن لم أقرأه، لكن هذا العنوان طيب، جماعة لا جماعات والصراط واحد لا عدة، هذا كلام طيب. تنصح فيه يا شيخ قراءته؟ والله ما بعد قرأته، لكن أنصح بأن الشيخ ربيع من أهل السنة والجماعة، والشيخ عبد الرحمن كذلك نرجو. وإذا غلط واحد منهم ينصح، غلطهم هم معصومين. إذا غلط عبد الرحمن أو فلان أو الربيع أو زيد أو عمر ينصح. كل بني آدم خطأ، ما منا إلا رد مردود عليه. يعني ما قلت يا شيخ بأنك ترد عليه وأن هذا لا بس مجرد النصيحة يمكن النصيحة ننصح كل أحد، النصيحة لكل أحد، لكن نخبركم أن الشيخ ربيع من أهل السنة والجماعة. هكذا الشيخ محمد عمار رحمه الله، هكذا الشيخ علي ناصر الفقيهي، الشيخ صالح السامي وجماعة من أهل المدينة معروفين من أهل السنة والجماعة. الخصوص صاحب الفضيلة الشيخ محمد أمام الجامي والشيخ ربيع بن هادي والخليل كلاهم من السنة ومعروفان لدي بالعلم والفضل والعقيدة الصالحة. وتوفي الدكتور محمد أمام رحمه الله في ليلة الخميس الموافقة 27 شعبان من هذا العام رحمه الله، فأوصي بالإشهاد من كتبهما. نسأل الله أن يوفق من غيره وأن يغفر للفقير الشيخ محمد أمام وأن يوفق جميع المسلمين بما في رضاه وصلاح وأن عباده عند مسلم قوي. قال الشيخ في نفس الكاتب صدر عنه في الآية الأخيرة من كتاب اسم البرية في بيان منهج الدكتور ربيع. وقع كتاب الشيخ في 61 صفحة وجمع 36 عنوان. من هذه العناوين منهج الموازنة عند الدكتور ربيع، يعني أن الشيخ ربيع يرى عدم الحسنات وذكر السيئات. وأيضا عنوانه بقول تكفير الدكتور ربيع أتباع المذاهب الفقهية، تكفير الدكتور ربيع لجماعة إخوان المسلمين، تكفير الدكتور ربيع. هذا كله كذب ولا شك. نعم هذا كله كذب طيب وزور ولا شك. وأنا قرأت كثيرا من كتب الدكتور ربيع، وقلت أيضا في الأمس القريب وقد جاء مثل هذا السؤال. نحن ما نأخذ على الدكتور ربيع من الناحية العلمية شيئا، لكن نأخذ عليه شدته وقسوته في الرد على من يرد عليهم. ونحن نصحناه يعني بالكلام، وهو رجل يعني يقبل النصيحة فيما نعلم ولا نزكي على الله أحدا، أن يلطف العبارة وأن يترفق، ليس بالذي انتقل إلى رحمة الله ومغفرته، وإنما بالناس الذين قد يغترون بشيء من أقواله وكتاباته. وأما أنه يكفر لا، هذا بلا شك أنه افتراء على الدكتور. هذا الرجل تعرفون عنه أين هو وأين في الكويت الشريعة في الكويت باريس. نسأل الله أن يقدرني على قراءتها والنظر فيها. أقول أن هذه العوارض الزرع والتعديل والزيادة في العصر الحاضر وبحق، وأقول الدكتور ربيع والذين يردون عليه لا يردون عليه بعيد أبدا، والعيد معه. فإن كنت أقول دائما وقلت هذا الكلام له وهاتفيا أكثر من مرة، أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للمؤمنين من الناس سواء كانوا معه أو عليه. أما من حيث المعارض
ليس هناك مجال لنقل عن الإطلاقا إلا ما أسألتني آنفا من حين وشدة التسليم. أما أنه لا يلازم فهذا كلام طويل جدا لا يقوله إلا أحد الرجل، إما رجل جاهل وينبغي أن يتعلم، وإلا رجل ماهر فهذا لا يستفيد عليه إلا أن ندعو ما له أن يهديه سواء الصراط. هذا هو جواب السؤال، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله ولجلاله. المسألة تعرف شيخنا يعني موقف الشيخ مقبل حفظه الله وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في مجاهدة البدع والأقوال المنحرفة، وبعض الشباب يعني يشكك في قدر هذين الشيخين، فلو كلمة منكم حفظكم الله حول هذين الشيخين ولو باختصار شديد ينفع الله سبحانه وتعالى بها، ويدفع الله عن هذين الشيخين ألسنة كثيرين ممن يريدون بعيبهم عيب الطريق الذي هم عليه. نحن بلا شك نحمد الله عز وجل أن سخر لهذه الدعوة الصالحة القائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح دعاة عديدين في مختلف البلاد الإسلامية يقومون بالفرض الكفائي الذي قل من يقوم به في العالم الإسلامي اليوم. ولذلك فالحض على هذين الشيخين الداعيين إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح ومحاربة الذين يخالفون هذا المنهج الصحيح هو كما لا يخفى على الجميع إنما يصدر من أحد رجلين، إما من جاهل أو صاحب هوى. الجاهل كما سبق في كلمة لك يمكن هدايته بيسر، لأنه يظن أنه على شيء من العلم، فإذا ما تبين له العلم الصحيح اهتدى. ولذلك أنا أقول في كثير من المناسبات أن في بعض الجماعات القائمة اليوم وهم منحرفون عن دعوتنا نرى أن فيهم إخلاصا، فأقول هؤلاء أحب إلي من الذين معنا في دعوتنا لكن يتبين أنهم ليسوا معنا في الإخلاص.